السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم نهارا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أولا وقبل أن أبدأ فيما شرعت بصدده، نرجو من جميع المشاهدين الاشتراك في قناتي والإعجاب بمحتواها دعما لهذه القناة حتى نصل لأكبر عدد من المشتركين وأكبر عدد من اللايكات، وجزاكم الله عني كل خير. نتحدث اليوم عن معجزة رسول الله إحدى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذات يوم من الأيام، أبو الحكم عمرو بن هشام المكنى بأبو جهل يقول لمشركي مكة: إني اليوم مخلصكم من محمد. يقولون: كيف ذلك يا أبا الحكم؟ يقول: انتظره حتى إذا جاء ليصلي عند البيت حملت حجرا كبيرا وطرحته على رأسه وهو ساجد. فعلا ينتظر أبا الحكم مجيء رسول الله، فيجيء الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي عند البيت، فيحمل أبا جهل حجرا عظيما يريد أن يطرحه على رأس رسول الله، ولكنه فجأة يطرح الحجر بعيدا ثم يولي هاربا. فيسأله المشركون: لماذا لم تلقي الحجر على محمد وتريحنا منه يا أبا الحكم؟ يقول: والله لما هممت أن أرمي الحجر على رأس رسول الله ظهر لي بعير فوق رأسه فحل بعير يريد أن يلتغمني، ولولا أني طرحت الحجر بعيدا لالتغمني ذلك البعير. إنها حراسة الله، إنه جبريل الأمين الموكل بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحوا فصلوا وسلموا على من سبح بيده الحجر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله.